مرسيدس، لكن لو انت بتدور على ثبات ورفاهيه اكتر هي مش افضل اختيار ليك. وعلى فكره العربيه دي من اكتر العربيات المميزه اللي انا هتكلم عنها النهارده، والعربيات الاسطوريه اللي نزلت مصر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا جميل عماد وبقدم محتوى عن العربيات. في الجزء الاولاني من الفيديو قلت لك على 13 عربيه ممكن تشتريهم من 50,000 جنيه لحد 120,000 جنيه. في الفيديو ده انا هكمل لك باقي ال 14 عربيه عشان يبقوا كلهم 27 عربيه انت ممكن تشتريهم من رينج 50,000 جنيه لحد 120,000 جنيه. بس قبل اي حاجه، قبل ما ابدا الفيديو، ما تنساش تنزل تعمل لي لايك للفيديو وتعمل سبسكرايب للقناه وتشترك في القناه لو انت لسه مش مشترك. عربيه رقم 14 معانا وهي سوزوكي سويفت من 1990 لحد 1996. العربيه دي اقتصاديه جدا جدا في استهلاك البنزين عشان بتنزل بمواتير 1000 سي سي و1300 سي سي، والعربيه دي بتنزل بفتيس مانوال، بس في موديلات منها بتنزل بفتيس اوتوماتيك، بس الكلام ده قليل في مصر. من مميزات سويفت ان هي استهلاكها البنزين من 5 ل 6 لتر تقريبا لكل 100 كيلو متر. قطع غيار متوفره ورخيصه واي ميكانيكي بيعرف ان هو يشتغل فيها. عيوب سوزوكي سويفت ان هي في الثبات ضعيفه جدا في ثباتها، خصوصا بعد ال 120، وده طبيعي عشان حجمها صغير برضه. الصاج بتاعها ضعيف والهيكل بتاعها خفيف، وده طبعا بيخليها في التصادمات ما تبقاش احسن حاجه، خصوصا لو تصادمات خفيفه يعني على سرعات قليله. شنطتها صغيره ومساحتها صغيره للركاب. تكييف كويس، بس قطع غيار التكييف مش موجوده وقليله في مصر، وممكن ما تلاقيهاش اصلا، لو لقيتها هتلاقي اسعارها غاليه. باختصار سوزوكي سويفت كويسه وعمليه للمشاوير اليوميه، لكن لو انت بتدور على ثبات ورفاهيه اكتر هي مش افضل اختيار ليك. اسعار سوزوكي سويفت في مصر من 90,000 جنيه لحد 130,000 جنيه حسب الموديل بتاعها والحاله. عربيه رقم 15 معانا وهي فولكس جولف. العربيه دي بتنزل من 1974 لحد سنه 83 تقريبا. بتنزل بمواتير 1100 و1300 و1600، وفي منها نسخ جي تي اي بتبقى بمواتير 1800 و2000 سي سي، في تيس مانوال. ومن مميزات جولف انها عربيه صغيره وعمليه هاتشباك، اداء ممتاز بالنسبه لعصرها. الجيل ده من جولف هو اللي اسس سمعه جي تي اي. عيوب جولف ان قطع غيارها نادره ومش متوفر منها قطع غيار جديده في السوق، ولو لقيت الجديد هتلاقي اسعاره غاليه شويه. استهلاك الجولف للبنزين من 7 ل 9 لتر لكل 100 كيلو متر حسب انت ماشي جوه المدينه او على الطريق، والنسخ الجي تي اي بتستهلك اكتر من كده. وطبعا ما فيهاش انظمه امان، بس موديلات الثمانينات اوقات بتنزل باي بي اس. وبالنسبه لسعرها ففي منها في مصر من اول 70,000 جنيه لحد 140,000 جنيه حسب الموديل والحاله. عربيه رقم 16 وهي نيسان صاني اول التسعينات. بتنزل بمواتير 1300 و1600، فتيس مانوال 5 سرعات، وفي منها فتيس اوتوماتيك. من مميزات نيسان صاني ان هي اقتصاديه جدا في استهلاك البنزين، خصوصا المواتير 1300، يعني استهلاكها تقريبا من 6 ل 7 لتر لكل 100 كيلو متر. اعتماديه جدا وموتورها بيعيش، لان مواتير الموديلات دي من انجح مواتير نيسان على الاطلاق. قطع غيار متوفره ورخيصه في مصر، وميكانيكيه كتير فاهمين فيها وبيعرفوا يشتغلوا فيها. حجمها متوسط ومريحه وواسعه من جوه. عيوبها ثبات متوسط على السرعات العاليه. الصاج مش قوي قوي زي الياباني اللي احنا نعرفه. اسعارها من 120,000 لحد 200,000 حسب الموديل والحاله. عربيه رقم 17 معانا وهي مرسيدس دبليو 123 اللي احنا هنا في مصر بنقول عليها المعدله. العربيه دي كانت بتنزل من موديل 76 لحد سنه 85. بتنزل بمواتير 2000 وفي 2300 وفي 2800، بس المنتشر عندنا هنا في مصر مواتير ال 2000. الفتيس في منه مانوال وفي منه اوتوماتيك. استهلاك البنزين حوالي 11 لتر لكل 100 كيلو متر، وممكن يزيد عن كده كمان، يعني استهلاك بنزين عالي جدا. مميزات العربيه دي ان هي صاجها تقيل وقوه تحمل جباره، وعفشتها مريحه جدا اكتر من عربيات كتير حديثه. قطع غيارها متوفره جدا في مصر، وقيمتها في السعر العربيه بتفضل ماسكه وحافظه سعرها وحافظه قيمتها. مناسبه للسفر الطويل، وسواقتها مريحه جدا، وشكلها كلاسيكي وليها هيبه، كفايه انها مرسيدس. عيوبها، وانا مش عايز اقول عيوب عشان مرسيدس ما بتعملش حاجه غلط، بس يعني الحاجات اللي مش محبوبه فيها ان هي استهلاك البنزين بتاعها عالي جدا، بس مفيش اكتر من كده. هي استهلاك بنزين عالي، مفيش عيوب. مستني عيوب تاني في ايه بقى؟ مرسيدس متستناش عيوب. اسعارها في مصر بتبدا من 90,000 جنيه لحد 150,000 جنيه حسب الموديل والحاله، وعلى فكره في حالات نادره وحالات شاذه بتوصل ل 250 و 350,000 جنيه. عربيه رقم 18 وهي هوندا سيفيك موديل الثمانينات من 1980 لحد 1989. بتنزل بمواتير 1300 و 1600، في منها كربيراتير وفي منها انجكشن حسب الموديل. فتيس مانوال، بس بينزل منها موديلات اوتوماتيك بس قليله في مصر. من مميزاتها ان هي اعتماديه عاليه جدا، واستهلاك البنزين بتاعها قليل حوالي 8 لتر لكل 100 كيلو متر. موتور قوي وخفيف على الطريق. قطع غيارها متوفره بس مش قوي، وبرضه من عيوبها ان قطع غيارها مش منتشره قوي. اسعارها في مصر من 90,000 جنيه لحد 160,000 جنيه حسب الموديل والحاله. عربيه رقم 9 معانا وهي كيا برايد من سنه 1987. تصميمها اصلا كان مبني على الفورد فيستا اللي احنا اتكلمنا عنها في الجزء الاولاني، ومازدا 121. موتورها 1300، فتيس مانوال، والاوتوماتيك منها قليل جدا. من مميزاتها ان هي اقتصاديه في استهلاك البنزين حوالي 7 لتر لكل 100 كيلو متر. قطع غيار متوفره ورخيصه.
وسهله الصيانه واي ميكانيكي بيعرف يشتغل فيها. حجمها صغير ودي زي ما قلنا ميزه للبنات مش لينا احنا خالص. عيوبها ان هصاجها ضعيف وثباتها قليل على السرعات العاليه. سعرها في مصر من 80,000 لحد 160,000 حسب الموديل والحاله. عربيه رقم 20 لادا 2110 من 1997 لحد 2007. الموتور 1500، الفتيس مانوال 5 سرعات. من مميزاتها ان هي واسعه ومريحه جدا من جوه، صاج تقيل وامان افضل من عربيات كوري صغيره، قطع غيار متوفره ورخيصه لحد دلوقتي وسهله الصيانه. عيوبها ان استهلاك البنزين بتاعها عالي شويه، يعني حوالي 10 لتر لكل 100 كيلومتر. العربيه تقيله في التجميع مش نشيطه زي الياباني، والثبات مش احسن حاجه على السرعات العاليه. اسعارها في مصر من اول 90,000 جنيه لحد 160,000 جنيه حسب الموديل بتاعها والحاله. عربيه رقم 21، وعلى فكره العربيه دي من اكتر العربيات المميزه اللي انا هتكلم عنها النهارده، وهي دايو سبيرو. دايو سبيرو نزلت من 1990 لحد 1997. مواتيرها 1500 و1800، فتيس مانوال وفي منها فتيس اوتوماتيك، وموجود في مصر ويعتبر منتشر شويه. من مميزاتها ان هي عربيه مريحه وواسعه من جوه للركاب، شكلها عصري غير باقي موديلات دايو، صاج تقيل وامان كويس مقارنه بالبرايد والسويفت. قطع غيارها مشتركه مع لانوس ونوبيرا واوبل، فسهل ان انت تلاقيها. من عيوبها ان استهلاك البنزين عالي شويه، حوالي 9 لتر لكل 100 كيلومتر. في ليها قطع غيار هتلاقيها نادره شويه، وهتلاقيها مش متوفره قوي، وهتلاقي اسعارها غاليه. هي موجوده بس هتلاقيها غاليه شويه، وصيانتها محتاجه حد فاهم فيها. اسعارها في مصر بتبدا من 100,000 لحد 160,000 حسب الموديل والحاله. عربيه رقم 22 الاسد بيجو 504. عربيه بيجو 504 من العربيات الاسطوريه اللي نزلت مصر من السبعينات لحد التسعينات. اعتماديه عاليه جدا في السفر والتحميل، راحه في الركوب، والعفشه بتاعتها ناعمه جدا في المطبات. قطع غيارها متوفره خصوصا قطع غيار الاستهلاكيه. موتورها قوي وبيتحمل جميع الاجواء، وعلى فكره بيجو 504 كانت اسرع عربيه في العالم يعني في زمانها. عيوبها ان تصميمها قديم شويه واستهلاك البنزين عالي شويه مقارنه بالعربيات الحديثه. اسعارها في مصر من 70,000 جنيه لحد 120,000 جنيه حسب الموديل بتاعها والحاله، وفي حالات شاذه وموديلات شاذه بتوصل ل 180,000 واكتر من كده بكتير كمان. وللمعلومه بيجو 504 فيها موديلات اوتوماتيك. عربيه رقم 23 رينو اوبتيما موديل التسعينات. اوبتيما بتنزل بموتور 1600 وفي منها مواتير 2000 سي سي، واغلب النسخ منها فتيس مانوال. من مميزاتها ان مساحتها الداخليه ممتازه مقارنه بعربيات كتير في جيلها، عفشه مريحه على الطريق وفي المطبات، وفيها اوبشنز كويسه بالنسبه لعصرها وموديلها. عيوبها ان قطع غيارها قليله ومش اي صنايعي بيعرف يشتغل فيها، واعاده البيع ضعيفه، وزي ما قلنا في الفيديو اللي فات ما تبصش لاعاده البيع وانت بتشتري عربيه لنفسك. طول ما انت مش تاجر وعايز تشتري عربيه عشان انت اللي تركبها ما تبصش لاعاده البيع. استهلاك البنزين فيها عالي شويه، حوالي 11 لتر لكل 100 كيلومتر. اسعار اوبتيما في مصر من 75,000 لحد 120,000 حسب الموديل والحاله. عربيه رقم 24 سكودا فليشيا. فليشيا اتجمعت من 1994 لحد 2001، كانت بتنزل بمواتير 1300 و1600 بس المنتشر 1300. من مميزاتها ان استهلاك البنزين بتاعها قليل جدا، حوالي 7 لتر لكل 100 كيلومتر. قطع غيارها متوفره ورخيصه، سهله الصيانه، مناسبه كعربيه مشاوير ومرمطه. من عيوبها ان عفشتها ناشفه جدا والثبات فيها ضعيف عشان وزنها خفيف. خاماتها الداخليه ضعيفه، يعني بلاستيك وبيتشقق وبيبوظ من الشمس. في ناس اشتكت منها في موضوع الحراره، بس ده عموما بيبقى اهمال في دوره التبريد، ما بيبقاش عيب صناعه. اسعارها في مصر من 80,000 جنيه لحد 120,000 جنيه حسب الموديل والحاله. عربيه رقم 25 معانا وهي سيات ايبيزا من 1993 لحد 1999. موتورها 1000 سي سي وفي منه 1300 وفي 1600. من مميزات ايبيزا ان هي اعتماديه جدا وموفره في البنزين، يعني استهلاك البنزين بتاعها خصوصا مواتير 1300 حوالي 7 لتر لكل 100 كيلومتر. قطع غيارها متوفره ورخيصه نسبيا. من عيوبها ان خاماتها الداخليه ضعيفه وثباتها مش كويس خصوصا على السرعات العاليه. واسعارها في مصر بتتراوح من 90,000 لحد 150,000 حسب الموديل والحاله. عربيه رقم 26 معانا وهي هيونداي اكسل من 1985 لحد سنه 2000. من مميزاتها قطع غيارها متوفره ورخيصه وسهله الصيانه. مساحه داخليه معقوله لعربيه عائليه. موتورها 1300 و1500، فاستهلاك البنزين كويس، يعني حوالي 7 ل 8 لتر لكل 100 كيلومتر. تعتبر من العربيات المثاليه لحد اول مره يركب عربيه او جايبها عشان يتعلم عليها. من عيوبها ان خاماتها الداخليه ضعيفه والثبات فيها قليل. اسعارها في مصر من 80,000 لحد 130,000 حسب الموديل والحاله. لو وصلت لحد هنا يبقى تنزل تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه لو انت لسه مش مشترك، وتسيب لي كومنت تقول لي ايه اكتر عربيه فيهم عجبتك. هتقول لي يا عمدو ما احنا كده قلنا 26 عربيه ما قلناش 27. هقول لك رقم 27 دي هقول لك فيها كذا عربيه، بس مش هقول لك مواصفاتها ولا هقول لك اي حاجه، لان في عربيات كتير اصلا بالاسعار دي، بس انا جبت لك افضل حاجه ممكن تناسبك من 50,000 جنيه لحد 120,000 جنيه قلت لك عليهم كلهم. العربيات بقى اللي هي رقم 27 في مازدا 323، في بيجو 405، لادا 2105 و2107. بس زي ما قلت لك احنا قلنا حاجات احسن منهم وافضل منهم بكتير، وفي الاخر القرار ليك. والسلام عليكم.